الترانزاكشن اللي بعد كده ان انا هسجل عليا مصروف، دفعت فلوس ايجار المكان اللي انا شغال فيه. انا مأجر محل او مأجر شقة او مأجر اي حاجة بشتغل فيها، فدفعت فلوس الايجار ده. فطالما دفعت فلوس، ايه اللي حصل للكاش؟ برافو عليك، الكاش اسيتس وقل، فهيجي كريدت. الكاش هيجي كريدت، قل اهو، هيجي كريدت هنا. فالكاش قل. طب ايه اللي هيجي ديبت؟ المصروف نفسه، الاكسبنس، الرنت اكسبنس. فالاكسبنس اهو بيجي ايه؟ ديبت. لما بيزيد الاكسبنس بيجي ديبت. فعندي مصروف زاد اهو، يبقى هقول من حساب ديبت. عندي هنا حساب الكاش هيتأثر، وعندنا هنا حساب الرنت اكسبنس، رنت اكسبنس، ايجار، مصروف ايجار. ديبت اهو زاد المصروف، فلما زاد المصروف هقول ديبت رنت اكسبنس كريدت كاش. بكام؟ ب 900 وب 900. طب هعمل بوست للكلام ده؟ هعمل بوست للكلام ده. الكاش موجود عندي له حساب، موجود له حساب مفتوح اهو، حساب ليدجر. فالكاش قل ب 900، فهكتب هنا 900 اهو. طيب والحساب الرنت اكسبنس كان عندي قبل كده؟ لا، هفتح له حساب جديد. هنقول هنا حساب رنت اكسبنس، وهقول هنا ديبت وهنا كريدت. وطبعا هو جاي فين؟ في الديبت، فهحطه بشكل مباشر هنا من غير ما افكر. هو ديبت هنا، هيجي هنا ديبت على طول. الكاش هنا جاي كريدت، هيجي هنا كريدت. عرفت ليه انا بقول لك لو انت عملت القيد صح هتعرف ترحل صح؟ ما هي الخطوه بتسلم خطوه، خطوه بتسلم خطوه. انت عملت الجورنال، هتسلم الليدجر، الليدجر هيسلم الترايل بالانس، الترايل بالانس تعمل منه الفاينانشال ستيتمنتس. خلاص الموضوع خلص. فانت لو عملت الخطوه دي صح هتلاقي نفسك كل اللي انت بتعمله بعد كده صح. نفهم تاني القيد. انا عندي لما بدفع فلوس الكاش بيقل، فبيجي بدل ما هو ديبت بيجي ايه؟ كريدت طالما قل. والاكسبنس المصروف نفسه زاد، انا المصاريف بتاعتي زادت اهو، دفعت مصروف فالمصروف زاد نفسه. فلما بيزيد المصروف بيجي ايه؟ ديبت. فعشان كده قلنا ديبت رنت اكسبنس، مصروف اهو، مصروف ايجار، كريدت كاش. وعرفنا بنعمل له بوست ازاي للليدجر. اشوفكم الفيديو اللي جاي.